بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربي يديمكم نعمة في حياتي، أحلى عيلة وأحلى أخوات. أيوة، هنعمل خدامة البيوت اللي احنا ما بنستغناش عنها. ايه يا ام محمود، انت هتعملي ايه؟ هعمل لكم احلى هريسه فلفل بارد. ولو عايزه تخليها سبايسي اقول لك تخليها سبايسي، يعني مش سبايسي او لا، يعني حنطه، يعني بمعنى اصح باللغه. لو انت رحت تتسوقي ولقيت شويه فلفل زي ما محمود ما عملت كده، هاتيهم واعمليهم تمام كده. انا عملتهم، دايما بعمل معاكم الفلفل على طول، لاني انا مش بستغنى عنه في كل حاجه. شوف انا بقول لكم عبينا في البرطمانات. البرطمانات دي يا جماعه انا مبخراها على البخار بطريقه جميله جميله. هتبقى حسرة عند ام محمود، هوريها لكم. هنا انا جبت لزق كده زي ما انتم شايفين، الستيكر عندي مش موجود عشان ابقى عارفه ان ده، لان انا عندي فلفل سبايسي كنا عاملين مع بعض الشطه الحاره، فده فلفل حلو تمام كده. فحطيت كده اللزق من فوق وعشان اكتب عليه هريسة الفلفل الحلو، هريسة الفلفل الحلو زي ما انتم شايفين كده في البرطمانات. البرطمانات ديت إيه دي؟ اسمها هريسة الفلفل الحلو على البارد. على البارد يا جماعة. لو انا عملتها على النار، لا هتبقى ديك اللي هي بتاع اخواتنا الايه الخلي الشوام تمام كده، اللي هي اسمها ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك عليه. اللي هي بتبقى على النار معمولة مطبوخة يعني، انما ديك على البارد يا جماعة ما بنطبخهاش، وديك ايه عشقي بصراحة يعني. يعني بفضل كله، بس الحلوة اللي هي باردة انا بحبها على طول، بس بخليها سبايسي خفيف كده. والتانية برضك ما بستغناش عنها في اكلات تانية، مكرونة، محشي بدنجان، كله كله كله. عملت معاها يوميها شوية توم اللي احنا مخزنينه، وازاي تخزين التوم برضك مع بعض وقت قشريه، بقينا في اخر السنه والتوم ابتدى يفرغ. وعملنا شويه بصل ازاي تعمليه تمام كده. اللهم بارك كده، كان يوم سهل وكان ظريف وجميل. خشوا معايا لاخر الفيديو، اللايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ام محمود. بقول لكم ده البصل وقت ما تعوزيه تلاقيه، طبيخك السريع ده التوم طبيخك السريع. تخش المطبخ تك 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 كده، يبقى عملنا الهريسه، عملنا الصلصه، عملنا العصير الطماطم، عملنا البصل. يبقى هنخش ايه؟ يجي علينا رمضان بخير يا رب العالمين، يبقى عندنا كل حاجة. أنا جات لي عزومة على غفلة، أنا قمت أعمل أكل لأولادي، مكرونة، قلت أعمل سمك، قمت أعمل مسقعة، قمت أعمل محشي، أيا كان قمت هتلاقي كل حاجة تقوم تركبي على طول وتعملي. هنا معانا الفلفل ده يا جماعة فلفل حلو. كنت أنا في السوق واخدين بالكم، خرجت يعني فلقيت الفلفل ده قدامي، ما كنتش خارجه له مخصوص والله، هي حاجه بظروفها يعني جت قدامي فجبته. واخدين بالكم انا جبت الكيلو من دوت 2 كيلو جبتهم ب 50 جنيه، يبقى الكيلو بكام؟ ب 25 جنيه. غسلناه ونضفناه ونشفناه زي ما انتم شايفين كده تمام كده. بعد ما غسلناه ونضفناه ونشفناه نبتدي نشتغل عليه. الفلفل البارد يا جماعه بيطلع منه البذر بتاعه، اما انا الهريسه السبايسي لا، انا بحبها ببذرها. ايوه، قورته كده زي ما اكون ايه هحشيه. شلت القمع منه ورحت ايه عاملاه. ان شاء الله يا جماعه استنوني في لايف قريب، او بس قريب ان شاء الله نطلع لايف مع بعض ان شاء الله. ربنا يا رب يستر حالنا ويجعلوا رمضان مبروك علينا وعلى المسلمين اجمعين. هنا قطعته يا جماعه هوك. بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. هكبر بيكم، من غيركم مش هروح في اي حته بقناتي خالص من غيركم. اللايك بتاعكم والكومنت بتاعكم هو اللي بيرفع معنوياتي وبيخليني اكمل. اي والله عشان بحبكم. هنا نضفت يا جماعه، بوريكم بتنضفيه ازاي اهو. ما بتخليش فيه البتاع الابيض من جوه. شيري لاصحابك وعيلتك وفر في القناه واتفرجي عليها، هتلاقي فيها حاجات حلوه كتير قوي. واخدين، انا كودة الصفحه بتاعتي مش شغاله يا جماعه علشان خاطر لما رحت العمره وجيت يعني، فمعلش ما كانتش احسن حاجه. ان شاء الله هشغلها تاني ان شاء الله، هفتحها تاني ان شاء الله، الناس اللي بتسالني على الصفحه يعني تمام كده. هنا معايا الكبه. ام محمود انا ما عنديش كبه في المفرمه بتاع الطعميه. ام محمود ما عنديش كبه في البتاعه بتاع اسمها ايه بتاع الخلاط، اسمها ايه المهم، اسمها ايه بتاع الخلاط المهم. تضرب ايه؟ مفرمة ولا؟ المفرمة لا، ده المفرمة دي العادي، لا بتاع الخلاط اسمها المطحنة. المطحنة بتاع الخلاط ممكن تعملي فيها. دي الكبة الكبيرة تعملي بها زي ما انت شايفة كده. عايز اقول لك على الاحلى والاحلى، المخرطة. والله لو خرطتيه بالمخرطة ده هيبقى احلى حاجة. كل سكينة كيلو، حامية برضه. كل كيلو فلفل له كيلو، له معلقة ملح، له معلقة ملح، مفيش فقط غير كده. للملح الايه للفلفل الحلو، للفلفل الحلو له معلقة
ملح. ودايما انا بقول لكم الكيلو له معلقه ملح، 5 كيلو ب5. هنا ما حطيناش الا ملح بس، لان الفلفل حلو مش محتاج اي حاجه تاني خالص، حلاوته جميله. طب افرض الميه جت منك كتير مثلا، يبقى صفي الميه مظبوطه خلاص، ما تصفيش الميه عشان خساره ما نهدرش فيه، حاجه مش رخيصه يا جماعه. بس هو بصراحه بيودي الاكل في حته تانية، انا في البيت ما اقدرش استغنى عنه. زي ما قلت لكم انا عملت حاجات كتير من غير اي حاجه. شايفه لونه انا بدوق حدقه. انت عايزه كمان تخليه احسن واحسن من ام محمود، وتقول معلقه ومش معلقتين، وصليه لحد لحد ما تقدري تدوق الحدق بتاعه كده. الحدق بتاعه بقى مظبوط بالنسبه لي، يبقى كده تمام تمام كده. اللي هو ايه، لا هو ده انا بحب الحدق ده، يبقى اشتغل على دي. تمام، اللي هو المذاق بتاعك انت اللي بتحبيه. تمام كده. هنا بخرت في البخار البرطمانات ديت، بخرتها ازاي يا ام محمود؟ جبت صينيه ورحت بعد ما غسلتهم وتمام، رحت سخنت الصينيه قوي، ورحت كافيهم في قلبها على البوتاجاز من فوق، مش من جوه، لا من فوق، من على العين، من الشعله من فوق. راحت بقى كده بخرته بقى زاخر حلاوه، سبتها لما هدت ورحت معبيه فيها. تمام كده. هنا عبيت زي ما انت شايفه كده. ايوه، عبي بقى في برطماناتك واركنيها بقى من الايه، من السنه للسنه. عملت معاها زي ما اوريكم التوم ما عنديش كب يا ام محمود ولا مطحنه الخلاط عايز اعمل فيها، ممكن تعمليه بالبتاع المخرطه بازرق زي ما قلت لك. البصل نفس الطريقه. احنا كستات يعني مش بنغلب في حاجه. بصي هنا بقى تكسري وتاخدي حته بحته وتعملي معايا البرطمانات. حطيت فيها البصل، حطيت هنا ضربت بردك مطرح الفلفل، كان يا جماعه ريحته تجنن تجنن. وحطيت حتة فلفل اخضر عليها بردك، عشان يبقى لما تيجي تعملي اي وصفة يبقى الفلفل او التوم او البصل معاه الفلفل بتاعه. لو عملت البصل او التوم يبقى معاه الفلفل. اللي ما بيحبش التوم محطوط عليه فلفل ما يحطش، انا بحب عليه التوم. لو واخدين بالكم، الف هنا وشفا. عبيت بردك في البرطمانات. ام محمود اللي بتحب في البرطمانات ولا في الاكياس؟ انا كأم محمود بفضل في الاكياس. انت بتحب البرطمانات، عبي في برطمانات بلاستيك وحطها في الايه، في الفريزر، بس حط فيها زيت، بحيث ان انت لما تيجي تطلعي البرطمان تستعمليه تنيه ايه، محتفظ بلونه. تمام كده. كل سنة وانتم طيبين، ألف هنا وشفا. تعملوا وتتهنوا، دمتم في حفظ الله ورعايته وأمنه. وعبوا واعملوا زي ما محمود ما وراكم كده. كلكم شطار وكلكم زي الفل، ربنا يصلح ما بين إيديكم دايما يا رب. إخواتي برا مصر وجوا مصر، ما تحرمش منكم ولا من كومنتاتكم الحلوة. عبي بردك في أكياس، وريكم كل حاجة اللي في الأكياس واللي في البرطمانات. أيوه.